طول ما انت ماشي طبعا في اختبارات في الحياه بتكسر ناس كتير، بس في محطات اساسيه كده، عارفين زي المترو يعني، في محطات كده فرعيه بتاع، في محطه مثلا المعرفش ايه، في محطه كذا يعني، دي في محطات كبيره، في محطات فرعيه. ففي محطات كبيره في الحياه اللي هي زي محطه ايه، واحد مثلا برضه انا بكلم اللي هو بيقول ان انا ايه متدين ملتزم من هنا ومن هنا، مش اللي مهتم بشكله وبتاع ده وده، يا سياده المتدين اتكلم ليا برضه. محطه كبيره زي محطه ايه مثلا، زي محطه الجامعه. حد دخل الجامعه بيبقى هو شاب صغير عنده 14 15 16 17 سنه قبل الجامعه وبتاع. وفي محطه بقى قبل كده شويه، محطه اللي هي ايه، محطه اللي هو كبر وبلغ وبقى عنده اراده. تلاقي وانت صغير مامتك وباباك يودوك ايه، يودوك التمرين، تلاقوا اغلبنا كده لعبوا وهو صغير كاراتيه لازم كده، ورحت للشيخ تحفظ لازم، ورحت المعرفش ايه، يعني في حاجه زي تطعيم كده تمام. كلنا تلاقي يقول لك عم انا رحت يعني تروح اي حد يقول لك بابا يا مامتي كانوا بيودوني، انا كنت زمان بحفظ قران، ايه كنت فظيع في القران تمام، اللي هو الوقت اللي كلنا اهالينا ودونا فيه وبتاع. مش شرط يكون اهالينا كلنا، بس في ناس كتير بيحصل لهم ده تمام. تروح درس، تروح ما اعرفش، المهم يعني لغايه ما توصل لسن بتاع ايه ان اكتشفت ان انت عندك اراده، سن بايخ وملوش لازمه تمام. سن بتاع ايه 10 11 12 13 سنه، اللي هو ايه شو يطلع له شويه كده وساخه هنا في وشه تمام، ويبتدي هو يتعامل ان هو انا ليا اراده بقى، فانا لازم اقول لا، فيلا بينا عشان القران، لا انا عايز حاجه تانية، انا عايز لا انا عايز لا، يعني هو دي على فكره دي اول محطه بالنسبه له. وفعلا في ولاد كتير، انا بهزر بس واقعيا في ولاد كتير في المرحله دي بيضل عن سبيل الله وبيختار اختيار، رغم ان انت تبقى شايفه بالمناسبه ايه طفل، بس هو في الدين ايه طفل، لا مكلف. يعني لو مات يقف قدام ربنا يتحاسب، ولو قال حاجه تخرج بيه من المله يخلد في النار، رغم ان هو ميت ايه في نظرنا احنا طفل. بس الشرع ما بيتعاملش معاه انه هو طفل، مش بيتعامل معاه انه هو طفل تمام. فيبتدي يجي في اللحظه دي يبتدي اختيارات معينه احيانا، وانا شفت ده وكتير منكم تلاقيه شاف ده، اختيارات اللي اختارها في السن الصغير ده هي اللي ضيعته وهو عنده 65 سنه. اختيارات السن ده هي اللي نهت حياته وهو عنده 35 سنه، ده قرار خده وهو عنده 13 14 سنه. يمكن ده عشان مشكله ان انا ما بربيش مثلا ابني، او اغلب الناس مش بتربي ابنائها ان هم رجاله ولهم قرارات لازم يتحملوا مسؤوليتها، لان اغلب الناس للاسف في الزمن اللي احنا فيه ده بابا وماما شايلين عنه كل حاجه الا بعض، ولكن اغلب الناس اللي بيحصل شايلين عنه كل حاجه. انت بس اهم حاجه تذاكر، تكون ولد مؤدب تمام، ما تعمليش مشاكل في اي حته، عشان انا نفسي اشوفك قد الدنيا. عشان خاطر كده تلاقوا الناس اللي غيرت الدنيا حقيقه طالعين من الطبقات الضايعه تحت، اغلبهم مش كلهم، اغلبهم. ليه؟ راجل طفح الكوته زي ما بيقولوا، راجل ضاع يعني، صارع الحياه وصارعته، فكون عضلات إرادية غير عادية، فتجد أن عنده روح التحدي غير عادية. أما الشاب اللي في بيته اللي هو ما بيعملش أي حاجة، ده بيعمل حاجات بسيطة يعني، بتاع شيل حاجة من هنا حطها من هنا بتاع جميل يعني تمام. نفس الكلام في البنت، ده أخباره إيه؟ ده عضلاته الإرادية ضعيفة جدا. بالمناسبة التربية بتاعت الأبناء دي يجي يا عيني بقى ده يلتزم بالمناسبة ويكبر ويقابل شيخ ويقول له عايز ذنب
اتوب منه مش عارف اتوب منه، يقول له جاهد نفسك، يقول له مش قادر، كل شويه يقع كل شويه يقع. دي دليل على ان ارادته ضعيفه. الاراده دي ما اتكونتش ضعيفه الا لانه متدرب عليها من وهو طفل مميز 7 8 9 10 سنين، ما بيشيلش حاجه اراديا، ما بيشيلش حاجه.